قصة الخنانسي. الحمامة التي قطعت البحر لتولد من جديد في المغرب. تعرف كيف تم تهجين هذه السلالة؟ قصة حمامة الخنانسي. الأسطورة التي صنعت من 3 سلالات في إحدى زوايا الجنوب الإسباني، حيث الجبال الخضراء تلامس السماء، وحيث الأزقة القديمة تنبض برائحة التاريخ. وردت واحدة من أندر التحف الحية في عالم الحمام، اسمها الخنانسي لا جيانense. لكن قبل أن نصل إليها، دعني أعود بك إلى اللحظة التي بدأت فيها هذه الحكاية، إلى القرن ال19، حين كان مربو الحمام في مدينة خاين يتسابقون لصناعة الحمامة المثالية، حمامة تجمع بين الجمال، القوة، الذكاء والشخصية الملكية التي تخطف الأبصار. كان حلمهم بسيطاً، لكن تنفيذه كان معجزة. جلس المربون جيلاً بعد جيل يدرسون كل صغيرة وكبيرة في الحمام الإسباني، يسألون أنفسهم: كيف نصنع حمامة لا تشبه أحداً؟ كيف نمزج 3 أرواح في جسد واحد؟ وبدأت رحلة التهجين السرية. السلالة الأولى، الزاجل الإسباني. ليس أي زاجل، بل السلالة التي اشتهرت بذكائها الخارق وقدرتها على قطع المسافات الطويلة والعودة للبيت بلا خطأ. منه أخذت الخنينسي قوة الطيران، الذكاء، التركيز، والقدرة على التودد للطيرة بطريقة محسوبة ودقيقة. السلالة الثانية، البخاري الأندلسي. حمامة معروفة بجمالها، وقفتها، ونفختها المتناسقة التي لا مبالغة فيها. منه أخذت الخنينسي الوقفة الملكية، الصدر المفتوح، النفخة المتوسطة المحترمة، الرأس الجميل، والمنقار المتناسق. السلالة الثالثة، الكوليان القديم. سلالة قوية في الشكل والمظهر، معروفة بذيلها القصير وجناحها الطويل وتحليقها المنخفض المستقيم. منه أخذت الخنينسي الثبات في الوقفة، الذيل القصير، التحليق القريب، توازن الجسم. وهكذا خلقت التحفة بعد سنوات طويلة من التجارب، وبعد آلاف الانتقاءات الدقيقة. ولد ما يشبه السلالة الذهبية، حمامة تحمل أفضل ما في 3 سلالات، وتترك كل من يراها في صمت. جسمها يشبه رياضي نحتا بدقة، صدر مفتوح، بطن ضيقة، رقبة متناسقة، جناح طويل يغطي الجسم، ووقفة فيها فخر. كأنها تقول: أنا لست مثلهم، أنا خايننسي. لكن جمالها الخارجي ليس كل شيء. هذه الحمامة ليست للهاوي العادي، إنها تحتاج مربي يفهمها، يعرف كيف يحافظ على نسبها، كيف يحافظ على شكلها، وكيف يختبر إنتاجها جيلاً بعد جيل. ولهذا أصبحت نادرة جداً. خارج إسبانيا عدد قليل جداً، ولكل واحد منها قيمة عند مربيها لا تقدر بثمن.